في خبر عاجل الآن، استقبلت مستشفى الزهور في بورسعيد الطالب محمد عمر مهران، الطالب في الصف الأول بمدرسة بورسعيد الميكانيكية في حالة حرجة، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في القلب، بادعاء اعتداء زميله عليه بالمدرسة بسلاح أبيض. وحاولت تطلب الرعاية الطبية إنقاذه إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته بهبوط في الدورة الدموية أدت لتوقف عضلة القلب. ووصل فريق من نيابة بورسعيد العامة إلى مستشفى الزهور لمناظرة جثمان الطالب المتوفي على يد زميله، وأصدرت قرارها بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثمان والوقوف على أسباب الوفاة. كما طلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد حول الواقعة وأسبابها وملابساتها، وأمرت بسرعة ضبط الجاني ووصوله أمام النيابة العامة في أسرع وقت. ومن المنتظر انتقال فريق من النيابة العامة بعد قليل لمعاينة موقع الحادث بمدرسة بورسعيد الميكانيكية ومباشرة التحقيقات في الواقعة وسؤال كل من لهم علاقة بها. ولحد هنا نكون وصلنا الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.